صباح السعاده والصحه عليكم جميعا يا رب ان شاء الله. وصلنا لغايه فين في قصه جراحات السمنه؟ وصلنا لغايه ان انا خلاص قررت ان انا هعمل العمليه، وعرفت انا هعمل تحويل مسار ولا تكميم معده. ايه اللي بيحصل بقى؟ لازم تبقى فاهم ان انت بتحضر نفسك للعمليه قبلها من اسبوعين ل6 اسابيع. ليه؟ عشان اقدر اعوض الجسم من الفيتامينات والمعادن اللي بعد العمليه بيحصل سوء امتصاص. لان بعد العمليه بيحصل سوء امتصاص، عشان في بعض الدكاتره في خلال يومين 3 ايام يكون اتفق معاك على العمليه ويقول لك يلا على طول نعمل ايه؟ نعمل العمليه. لا، لازم تبقى فاهم ان انت بتحضر نفسك قبلها. اهم حاجه بنعملها ايه؟ اهم حاجه في التحضيرات ان انا بقلل كميه الجلايكوجين اللي متخزنه في الكبد، عشان دي بتبوظ الرؤيه او بتبوظ مجال الرؤيه وقت العمليه، سواء في التحويل المسار او في التكميم المعده. الجلايكوجين ده اللي هو ايه؟ انت لما بتاكل اي حاجه كارب او نشويات، يعني الجسم بياخد جزء يستخدمه يحوله جلوكوز عشان يديك منه طاقه، وجزء تاني بيتخزن في الجسم. بيتخزن فين؟ بيتخزن في الكبد وبيتخزن في العضلات. فاحنا محتاجين ان احنا قبل العمليه نظبط الاكل بتاعنا عشان خاطر نقلل كميه الجلايكوجين اللي موجوده في الكبد. دي بتتظبط مع طبعا دكتور تغذيه. عشان كده بتلاقي في مراكز كبيره دلوقتي فيها جراح السمنه وفيها دكتور تغذيه وكمان طبيب نفسي. ليه طبيب نفسي؟ لان هو لازم يتاكد ان انت مهيأ للعمليه دي، مش عاملها بس عشان خاطر ان انت ان انت ما عندكش ثقه بالنفس، وان انت فعلا انت اللي مختار ان انت تعمل العمليه. لان زي ما قلنا بيكون في التزام في بعض الادويه مدى الحياه، وبيكون كمان في الاكل في برضه التزام. تفتكر ان انت عشان عملت العمليه فانت بتبوظ بقى في الاكل وتاكل اللي انت عايزه. لا، برضه حتى في الاكل بيكون في التزام. وعشان كده برضه في نقطه مهمه قوي، ان ما ينفعش الاهل هم اللي يغصبوا على حد ان هو يعمل عمليه. يعني ما ينفعش ابنك او بنتك عشان انت شايف ان هو عنده سمنه ومش قادر يلتزم ومش عارف يخس، فانت تقعد تقنعه وتغصب عليه ان هو يعمل العمليه، ان هو اللي هيفضل ملتزم مدى الحياه. وما ينفعش بعد ما يعمل العمليه يجي يقول انا لا، انا مش عاوز، انا مش لاعب، خلاص مش هينفع. ثالث حاجه بناخد بالنا منها التدخين. لازم يقف قبل العمليه بحوالي شهر. ليه بقى؟ لان التدخين هيقلل عمليه او هيبطئ عمليه الهيلينج او الاستشفاء بعد العمليه، لان هو بيقلل تجميع الصفائح الدمويه اللي هتسد الجرح بتاع العمليه. وبما ان انت بتعمل عمليه في اعضاء حيويه في الجسم، في الجهاز الهضمي، نتكلم على معده وامعاء، فاحنا محتاجين الهيلينج او محتاجين الاستشفاء يكون سريع. فعشان كده محتاجين نوقف تدخين قبل العمليه تقريبا بشهر. الحلقه الجايه ان شاء الله هنشوف نظام الاكل بيكون ازاي من اول ما بدانا العمليه لغايه بعد شهرين من العمليه. يا رب تكونوا استفدتوا. اتمنى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان نستفيد مع بعض دايما من خلال المعلومات اللي بنقدمها من خلال القناه بتاعتكم. يلا فت، اشوفكم على خير.